السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنشارك مع بعض او هنعمل مع بعض صينيه الرقاق باللحمه المفرومه بتاعه الزمن الجميل بالطريقه الفلاحي المصري. هنشوف ازاي نعمل الرقاق بتاعنا ونخليه كده زي الفطيره زي ما انت شايفاه قدامك كده، وازاي تبقى الطبقات بتاعته مورقه ويبقى مقرمش كده في طري وطعم مفيش بعد كده. طبعا صينيه الرقاق دي هي الراعي الرسمي للعزومات والعيد الاضحى والجميع انواع المناسبات اللي عندنا. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزة أشارك معاكم كده جزء بسيط جدا من شغل على القناة. طبعا أنا بقدم على القناة بتاعتي جميع الأكلات المصرية وغير المصرية وجميع أنواع المعجنات وجميع أنواع الحلويات الغربية والشرقية وجميع أنواع العصاير وجميع أنواع سندوتشات المطاعم والفنادق، وده كده جزء من شغلي، يا رب يعجبكم. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طاسه على النار، هضيف فيها معلقه كبيره من السمنه النباتي وممكن تستبدليها بسمنه بلدي او معلقه كبيره من الزبده او معلقتين كبار من الزيت. هنبدا ننزل باللحمه بتاعتنا على السمنه وهي سخنه. انا طبعا اللحمه المفرومه دي مقدارها 350 جرام، انا لسه مخرجاها من الفريزر، فهنزلها على طول في السمنه وهي سخنه وهي تفك في قلب السمنه. طبعا هي بتطشطش بالشكل اللي قدامك ده لان انا اول ما خرجتها من الفريزر ضفت عليها معلقه صغيره من الخل. فائده الخل هنا ان هي بتقتل اي ميكروبات في اللحمه، وخصوصا ان اللحمه احنا لما بنجيبها مفرومه من عند الجزار بيفرمها من غير ما نغسل اللحمه، فعلشان كده لازم نضيف عليها معلقه من الخل. هي خلاص اللحمه بتاعتي كده اتشوحت وفكت كده في قلب السمنه، وكنت مشغله عليها على نار متوسطه. هنبدا بقى نضيف الاضافات بتاعتنا. بصلايه متوسطه فرمتها في الكبه. مش عايزين نكتر من الخضار على اللحمه المعصجه علشان خاطر نحس باللحمه المعصجه بتاعتنا. طبعا قلنا بصلايه، وكمان ضفت 3 حبات من الفلفل الرومي مقطعهم قطع صغير، وجزرايه واحده مبشوره. طبعا فائده الجزرايه ان هي بتديني تسكيره حلوه جدا لتعصيجه اللحمه. هضيف كمان فلفل احمر الوان مقطعه قطع صغيره، لو عند حضرتك كمان فلفل اصفر ممكن تضيفيه. هنبدا نضيف التوابل بتاعتنا، ورقه من اللوري، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، مش هنكتر توابل عشان ما تمررش مننا، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر المطحون. هضيف كمان معلقه صغيره من بهارات اللحمه، وممكن نستبدلها بالبهارات السبعه، مش هكتر توابل اكتر من كده. لو عندك بس عايزه تضيفي شويه من الحبهان او شويه من جوز الطيب يبقى بسيط جدا. هنبدا نقلب كل المكونات مع بعضها. وفي ناس بتحب القرفه في اللحمه المعصجه، برضو ممكن تضيفي معلقه من القرفه، انا ما بحبش القرفه في اللحمه المعصجه. هنبدا نقلبها كده مع بعضها ونديها تشويحه. اول ما تبدا تغلي هننزل بمعلقتين من الصلصه. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا ونسيبها كده على نار هاديه، تبدا كده تاخد وتدي مع بعضها وتعيش حياتها لحد ما تتعصق كده وكلها تتسبك مع بعضها واللحمه بتاعتنا تستوي. بجد يا جماعه شويه التوابل البسيطه جدا اللي احنا حطيناها، بس ريحه التوابل البسيطه مع الخضار اللي احنا حطيناه مديني ريحه حلوه جدا. وخلي بالك ان انا ما حطيتش او ما ضفتش لغايه دلوقتي الملح بينضاف في الاخر خالص. وطبعا ما تخافيش خالص من معلقه الخل اللي انا قلتلك ان انا ضفتها على اللحمه، هي مش هتغير طعم التعصيجه بتاعتنا. خلاص اللحمه بتاعتنا استوت، هنبدا بقى نضيف معلقه كده من الملح. هنسيبها دقيقتين على عين البوتاجاز وبعدين هنطفي عليها. وألذ وأطعم تعصيجة عملناها بريحة وطعم مفيش بعد كده. طبعا التعصيجة دي تنفع للرقاق وتنفع للجلاش وتنفع لجميع الحشوات وجميع السندوتشات. ده كده الرقاق بتاعنا. معانا كمان هنا التشريبة اللي هنشرب بيها الرقاق. معايا هنا 3 كوبايات من الشوربة، وهضيف عليهم كمان كوباية من اللبن. اللبن هنا اختياري يعني مش اجباري، بس بيديني طعم حلو وطراوه حلوه جدا لصينيه الرقاق. هنضيف بقى معلقه من الفلفل الاسمر المطحون، وهنضيف كمان معلقه من الملح. طبعا كمان الشوربه اصلا مطعمه كمان بالتوابل، اللي شاف الفيديوهات بتاعتي وانا بسوي فيها اللحمه عارف التوابل اللي انا بحطها: ورق لوري وورق لوري اللي هو ورق الغار، وفلفل اسمر مطحون، وكوبيبه صيني، وكمان حبهان، فبتخلي لي طعم الشوربه بتاعتي حلو جدا. دي كده التشريبه بتاعتنا جاهزه معانا اهي. هنبدا بقى ناخد رقاقه. انا هشتغل النهارده في صينيه مقاس 30. دي كده كمان السمنه اللي انا بوريها لك دي سمنه نباتي، انا شغاله كل شغل النهارده بالسمنه النباتي. ممكن تعملي بقى ميكس من السمنه وميكس من الزبده، ميكس من السمنه النباتي والسمنه البلدي، الميكسات دي زي ما يعجبك، يعني السمنه زي ما تعجبك.
هنبدا بقى نجيب الرقاق بتاعنا. بصي انا بعمل ايه عشان الناس بس اللي هي اول مره بتعمل صينيه الرقاق او اللي لسه بتتعلم. بنشرب الرقاقه بتاعتنا او بنرش عليها كده او بندهنها كده بالتشريبه بتاعتنا وش، يعني من اليمتين، من الوش ومن الظهر، وبشيلها بسرعه احطها في الصينيه، والصينيه بتاعتي حاطه فيها معلقتين كبار من السمنه. طبعا ما بخليهاش كتير في قلب الصينيه علشان في قلب التشريب عشان خاطر الرقاق بيطرى بسرعه فما تتكسرش مني. اول ما بشربها كده بالتشريبه بتاعتنا بروح حطها في الصينيه على طول. انا هنا حطيت رقاقتين. ببدا اورق بقى اللي بيديني التوريقه الحلوه اللي انت شفتيها معايا في اول الفيديو، ان انا بين كل طبقتين وطبقتين من الرقاق بدهن دهنه كده من السمنه. دي كده شكل التعصيجه بتاعتنا. دول كده 6 طبقات، انا هنا عملت 6 طبقات تمام، وبين كل طبقتين وطبقتين من الرقاق ورقت بالسمنه تمام. الصينيه بتاعتي انا هخليها 12 قطعه. الصينيه بتاعتي انا هخليها 12 رقاقايه. يعني الصينيه ممكن حضرتك تعمليها 10 رقاقات، يبقى 5 وفي النص طبقه التعصيجه و5 تاني من الاعلى. هننزل هنا بالتعصيجه بتاعتنا، يبقى دول كده 6 رقاقات، ما بين كل رقاقتين ورقاقتين دهنه من السمنه. هنبدا نفرد بقى التعصيجه بتاعتنا كده في الصينيه. اهم حاجه ان الصينيه بتاعتنا تكون مليانه كده بتعصيجه اللحمه، وببدا اضغط عليها كده بالاسباتيولا ضغطه علشان خاطر اللحمه كلها تتماسك مع بعضها. طبعا شكل التعصيجه بتاعتنا حلوه من شويه الخضار اللي احنا حطيناه، وريحتها مفيش بعد كده. هنبدا ناخد كمان رقاقايه، وهنبدا برضو ندهنها كده من التشريبه بتاعتنا من الاعلى ومن من الامام ومن الخلف في الرقاقه، وهنحطها على تعصيجه اللحمه. هعمل كمان 6 طبقات، وزي ما قلت لك بين كل طبقتين وطبقتين بورق بالسمنه تمام. دول كده 5 طبقات فوق التعصيجه كمان، ودي الرقاقه السته، يبقى انا عملت الصينيه بتاعتي 12 رقاقايه. وممكن حضرتك تعملوهم 10 رقاقات، وممكن تعملوهم 8 رقاقات، لكن مش اقل من كده ولا اكتر من كده. هنبدا نجيب السمنه بتاعتنا بقى وندهن الوش دهنه حلوه جدا. وكمان بدهن الحواف كده او الحروف بتاعه الرقاق تمام. طبعا حضرتك شايفه كده ان صينيه الرقاق هشه كده ومرتفعه. طب ازاي هنسويها؟ لا انا هسيبها بره كده 10 دقايق، هتلاقيها طريت كلها مع بعضها وبقت بسوا بعض، وبقت بسوا الصينيه بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا انا مسخنه الفرن ساخن على درجه حراره 180، يبقى هدخل الصينيه بتاعتنا على فرن ساخن في درجه حراره 180 في الرف الاقرب لسطح البوتاجاز من الاسفل. وبعد ما احس ان هي من الاسفل خدت لون بفتح عليها الشوايه. ولو البوتاجاز بتاع حضرتك بيشتغل من الاعلى ومن الاسفل، شغالي من الاعلى ومن الاسفل مع المتابعه المستمره عشان ما تتحرقش مننا، لان هي ما بتقعدش كتير في الفرن. هي خدت بالظبط مني تلت ساعه، وده كان شكلها لما خرجت من الفرن. وانا دلوقتي قلبتها على الوش التاني ده. احنا كده بنقلبها مع بعض، هنسمي الله بسم الله. وكده شكل الفطيره بتاعتنا او شكل صينيه الرقاق بتاعتنا عامله زي الفطيره بالظبط. شكلها حلو جدا، وخدت لون كله موحد، واللون بتاعها دهبي، وهتشرفك في اي عزومه، وهتشرفك في عيد الاضحى. ويعني قدميها بقى بقلب جامد في اي مكان حضرتك حابه تقدميها فيه. انا رجعتها تاني الصينيه بالشكل ده، وهنبدا نقطع كده ونشوف قطع مع بعض عشان نشوفها هي مرقه قد ايه. والله اقسم بالله طعمها حلو جدا، وريحه التعصيجه فيها مفيش بعد كده، والتشريبه اللي احنا عملناها خلى طعم الرقاقايه حلو جدا. شايفه شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو جدا. هنشوف بقى الطبقات مع بعض، ومش معجنه طالعه معجنه مننا ولا اي حاجه، لان كل حاجه فيها مظبوطه. شكلها يفتح النفس. يعني الناس اللي بتاكل الحاجات دي من المطاعم بره او من الفنادق مش هتشتريها تاني من بره لو عملتيها بالطريقه دي. شايفه التوريقه؟ تحس ان هي زي الفطير المشلتت. ما شاء الله تحفه. وده كده شكل الرقاق بتاعنا. وبكده اكون انتهيت من الفيديو. لو عجب الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، دعمكم شرف كبير ليا. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في الاشتراك في صفحتي على الفيسبوك، صفحة أجمل الحلويات والوصفات عفوا أجمل الحلويات والوصفات هند بكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله.